وبعدين حضرتك بعد ما دخل فينا الاجوان، حضرتك عشان الخلافات الشخصيه ما بينك وما بين مصطفى محمد مش راضي تلعبه. ليه بقى تبليني بمرموش ليه وتحرق في دم ام اللي جابونا؟ يعني ليه تحرق في دم ام اللي جابونا؟ هي مش ناقصه حرق الدم يا حبيبي. من الاول زي كل مره قلت الواحد مش هيشجع المنتخب ونلعب ماتش والتاني والتالت وبعدين نقول خلاص المنتخب المره دي هياخدها. وزي كل مره انت نجحت المره اللي فاتت عشان الكودوفار مش حريفه، لياقه بدنيه بس، انما دول حريفه. انما حضرتك يا بيه انت ما عندكش باك يمين، تستغنى كمان عن الباك الشمال عشان تنزل تريزيجيه. طب ما تطلع مرموش ونزل مصطفى محمد يا راجل. اول شوط اول كورنر في الدقيقه 90 ولا 95، اول شوط لينا. انت ايه مفيش مخ؟ اللعيبه مفيش. والله يا صلاح هتعيش وتموت وما هتاخد البطوله دي من ساعه ما جيت يا راجل وانت فقر. انت والمعلق بتاع المباراه ابن 60 مره. معلق يغضضك من الدنيا باللي فيها. الواحد قال مش هشجع منتخب. يا اخي كرهتونا في المنتخب، كرهتونا في الحاجه اللي احنا بنحبها. بتالفوا كوره. ما تلعب يا عم على قدك، العب على قدك.